الجلسة اليوم كانت جلسة إدارية تنظيمية. حبينا نحن كتكتل جمهورية قوية إنه نشارك فيها لنظهر قدي نحن مدى التزامنا بالأنظمة وبالقوانين، لأنه آخرة النهار الدستور والقانون والنظام لازم هن يحكموا كل تصرفاتنا كنواب، كوزراء، كمسؤولين بالوطن. هالشي بيدعينا لنرجع لموضوع أهم، يتعلق هذا الموضوع بالانتخابات ويتعلق بانتخاب غير المقيمين. بالنسبة للانتخابات نحن مصرين للمرة الألف إنه الانتخابات تكون بموعدها بدون ولا نهار تأخير، لأنه عم بقرأ ببعض المحلات إنه بنمدد كم شهر، نتفق على ما بعرف شو. نحن كتكتل موقفنا واضح، الانتخابات بموعدها بدون أي نهار تأخير. هلأ بدي أحكي عن تصويت الغير مقيمين. بكل بلدان العالم بصير في خلافات بوجهات النظر، بكل بلدان العالم بيبقى في أفرقاء، ناس مع شغلة ناس ضد شغلة. شو الطريقة السليمة لحتى يحلوا خلافاتهم ولحتى الأمور تمشي بالمسار الصحيح؟ الطريقة الوحيدة لهالقصة تمشي بالمسار الصحيح هي انه نرجع دايما لشو بيقولوا الدستور، شو بيقول القانون. الدستور والقانون بيقولوا انه اولا الحكومة يلي هي السلطة التنفيذية ملزمة تطبيق قانون الانتخابات. اذا امامه عقبات تجتمع تعمل مشروع قانون وترسله الى المجلس النيابي. هيدي هي طريقة الحل بالحكومة. إذا بيوقف البعض أيا كان بالحكومة بيقول إنه ما في خلاف بالحكومة، الجواب واضح، بينطرح، بينحط على جدول أعمال، بيتصوت عليه. بيمرق الاقتراح كان به، ما بيمرق الاقتراح بتصير مسؤولية المجلس النيابي. بدي وجه دعوة لرئيس الجمهورية لأنه هو الحامي الدستور، بدي وجه دعوة لرئيس الحكومة لإدراج بأسرع وقت ممكن، يعني بأول جلسة للحكومة يدرجوا المشروع اللي مقدم فيه الوزير رجي ويتصوت عليه حتى يبنى على الشيء مقتضاه. وإذا ما عملوا هيك بيكونوا هن ما عم بيمارسوا مسؤوليتهم، يعني بيكون رئيس الحكومة ما عم بيمارس مسؤوليته، بيتحمل تجاه الشعب اللبناني الخلالات يلي هي متعلقة بالانتخابات. بدي افترض انه هالامر مشي، يجي على المجلس النواب كمشروع قانون، نطرحه بالهيئة العامة ونصوت عليه. اذا ما صار هيك شو الحل الثاني؟ الحل الثاني واضح، كل موضوع خلافي منروح على الهيئة العامة منصوت عليه. هون نحن أمام خيارين واضحين. الخيار الأول إنه نجي نقول نحن بعهد جديد، كل طريقة الممارسة اللي كنا نمارسها قبل، ناس بيوقفوا شغلة، ناس إذا هن ما قبلوا ما بتمشي، ناس كل هالممارسة اللي قضينا فيها 20-30 سنة، هل منريد نطوي صفحتها أو بدنا نكفي فيها؟ هيدا هو السؤال. إذا بدنا نكفي فيها معناتها لا نحن بعهد جديد، لا نحن عم نفتش على إصلاح، ولا الإصلاح رح يكون ممكن. إذا بدنا نمارس بشكل إصلاحي دستوري قانوني، نطرح المسائل بالهيئة العامة، بيربح الأكثرية، البقية بيمشوا. ونحن من هون نعلن أمام كل اللبنانيين أيا كان تصويت الهيئة العامة نحن بنلتزم فيه. شو بقرروا بالنسبة لقانون الانتخابات نحن بنلتزم فيه. أما أنه نبقى
لا معلقين ولا مطلقين، نبقى مش عارفين هالانتخابات يلي قلت أنا بدها تصير بموعدها على أي أسس. هيدا معناتها أنه في خلل بإدارة المؤسسات، معناتها في خلل ما عم يمشي حاله من خلال المؤسسات، معناتها لا نحن بمرحلة جديدة ولا نحن بمرحلة إصلاحية. نحن